معاه أنا خايفة من تأخيري عليه. دلعوني دلعوا فرفشوني بقى ناس قلبي وجعوا. كنت هترسمني ولا ايه؟ واخدني حته حته لقفوه ده انا شرعشه من عيطك ونضف سناني بعدها بوحيد زيك. وبعدين الحب ده مش كلام كده وخلاص، اللي بيحبني ده لازم يحسسني ان انا طايره. ما انا هطيرك من الفرقه. ان شاء الله تسلم يا معلم. معلش عشان سايبه البارك لوحده والبت قمر مدهوله ما بتعملش حاجه. قلت لهم اغني ايه؟ قالوا لي ما انت بتغني معانا في الرحلات، طلعي غني. فطلعت اغني. تقولي اتولدت على المسرح حضرتك. فلما جت فاتن حمامه شافتني في اول لحظه، هي لميا انا مصممه. حمين؟ لا ده سكر خالص. هو كان المفروض انا هغنيها، بتكلم جد ما تقولش لحد. فهو اقترح ان هي تبقى دويتو ونعملها فيديو كليب كمان. في زمن كان مليان نجوم كبار ووسط جيل ظهر فيه اصوات كتير، طلعت بنت بسيطه من شبرا مختلفه في كل حاجه، لا شكلها شبه اللي قبلها ولا طريقتها كانت متكرره، صوتها كان عفوي وساحر يخليك تحس انك قدام حاجه جديده لسه ما اتعملتش قبل كده، برغم ان بدايتها جت بالصدفه، لكن الصدفه دي كانت البوابه اللي غيرت حياتها كلها وخلتها تتحول من طالبه عاديه في الجامعه لنجمه غنت ورقصت ومثلت. وفضلت في عز شهرتها رمز للبساطة والمرح، واللي بتكلم عنها دي سيمون. تعالوا في الفيديو ده نتعرف على حكاية سيمون من الأول للآخر. في يوم 14 يونيو سنة 66 اتولدت سيمون وسط عيلة صغيرة ملهاش أي علاقة بالفن، والدها أصله من الدقهلية ووالدتها من الشرقية، لكن كبرت سيمون وعاشت طفولتها كلها في شبرا، ومن وهي صغيرة كان عندها حب كبير للتعليم. مش بس كده، دي كمان كانت متفوقة جدا في دراستها طول الوقت، لدرجة إنها درست في جامعتين مختلفتين في مجالات بعيدة تماما عن بعض. انت درستي ماس كوم اعلام في الجامعة الامريكية. ده صحيح. ودرستي ليتراتير فرانسيز. ما هي دي جت صدفة برضه. وده يورينا قد ايه كانت شخصية طموحة وعايزة تثبت نفسها في كذا مجال، لكن النقلة الكبيرة اللي غيرت حياتها كلها حصلت وهي في سنة اولى في كلية الاداب. الموضوع كله جه بالصدفة لما كان في مهرجان الجامعة عندهم بتعمله كل سنة اسمه مهرجان الصداقة. في اليوم ده كان المفروض مطرب كبير يجي يغني، والمطرب ده كان مدحت صالح، لكن اتأخر شوية. وقتها صحاب سيمون فضلوا يتحايلوا عليها تطلع تغني. قلت لهم اغني ايه؟ قالوا لي ما انت بتغني معانا في الرحلات، طلعي غني. فطلعت اغني. تقولي اتولدت على المسرح حضرتك. غنيت اغاني دليده وبيني وبينك يا هالليل واغاني كتيره قوي. لكن بعد نص ساعة مدحت صالح جه وكمل باقي الحفلة واليوم خلص على كده. بس اللي حصل بعدها هو اللي كان مفاجأة لسيمون في الوقت ده. سمعها الشاعر جمال عبد العزيز واللي كان صديق أسرتها، اتصدم من صوتها وأدائها، فقرر يقدمها لصديقه المنتج طارق الكاشف، واللي من أول مرة شاف فيها سيمون قال لها أنت هتبقي نجمة كبيرة. كان شايف إن سيمون حالة مختلفة مش محتاجة تلميع أو تغيير، قدمها زي ما هي. ولأن سيمون كانت عفوية جدا بتحب الرقص والاستعراضات، فاختار لها ألحان غريبة تليق بطاقتها، وفعلا ساعدها تعمل أول ألبوم ليها وهو ألبوم تاني تاني سنة 87 واللي ضم 10 أغاني ومنهم أغنية قلبي اللولي. لكن الأغنية اللي كسرت الدنيا وقتها كانت أغنية تاكسي. رغم انها ما كانتش الاغنيه الرئيسيه في الالبوم، لكن حققت نجاح كبير واستخدموها في تتر برنامج تاكسي السهره. وفي سنة 88 شاركت سيمون تاني ألبوم ليها باسم ميرسي، واللي ضم 10 أغاني برضو أشهرهم أغنية أنا كده وأغنية كازانوفا. وفي نفس السنة اتعرض على سيمون بطولتين، واحد منهم مع فاتن حمامة. فلما جت فاتن حمامة شافتني في أول لحظة، هي لميا أنا مصممة. وفعلا شاركت معاهم في فيلم يوم مر يوم حلو. فوتكم بعافية. أنا يا حلو مالك يا بنت، امسكي نفسك شوية. الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا وكان خطوة كبيرة ومهمة في دخول سيمون عالم الفن. وبعدها بسنة شاركت في مسلسل رحلة إلى الشمس مع حسن العدل وسهير المرشدي. سيمون الفترة دي ركزت على التمثيل أكتر لحد سنة 90 فاجأت جمهورها بألبوم بتكلم جد، واللي شارك فيه حميد الشاعري بدويتو خطير.
واتقال كلام كتير على الدويتو اللي اتعمل ده، زي ان سيمون هي اللي عرضت على حميد انه يشارك معاها وهو رفض في الاول، لكن الكلام ده مش صح. حميد لا ده سكر خالص. فقال ايه رايكم نعمل دويتو بالاغنيه اللي هو جايبها اللي هو ملحنها، يعني هو كان المفروض انا هغنيها، فاتكلم جد ما تقولش لحد، فهو اقترح ان هي تبقى دويتو ونعملها فيديو كليب كمان. وكان من احلى الدويتوهات اللي ممكن تسمعها في حياتك. لكن بعد النجاح اللي حققته سيمون في فتره قصيره حصلت لها صدمه كبيره كانت هتخليها تعتزل الفن، والصدمه دي كانت وفاه والدها بسبب الفسيخ المسمم في الفتره دي. عدد كبير من الناس ماتوا بسببه، ووالد سيمون كان واحد منهم. قررت وقتها تسيب الفن، بس لقت بعدها حاجه جواها بتقول لها كملي، فقررت من اللحظه دي تبص على الفن بطريقه مختلفه تماما. وفعلا سنه 92 شاركت سيمون في فيلم ايس كريم في جليم مع مجموعه شباب طالعين وقتها زي عمرو دياب واشرف عبد الباقي، واللي كان فيلم شبابي مليان طاقه وموسيقى. ما وجداني وكل حناني وخاف تنساني يعني يعني. وفي نفس السنه نزل البومها الجديد الو الخط ليه مشغول، واللي حقق انتشار كبير. من اشهر اغانيه اغنيه مبسوطه، ماشية وانا مبسوطة ماشية بخطوة ما هيش خايفة، واغنيه حلو وامور. وفي سنة 93 شاركت في الدراما من خلال مسلسل عصر الفرسان مع صلاح قابيل، وكان من أحلى المسلسلات التاريخية اللي اتعملت. الناس دول ما عندهمش ضمير، مستعدين انهم يدوسوا على اي حد عشان هم يعيشوا. لكن في سنة 94 رجعت تركز على الغنى تاني وقدمت ألبوم أحب أقولك، واللي ضم 8 أغاني. أحب أقولك إني قبلك كنت عايشة. من أشهر أغانيه الدنيا ترو اللي نجحت بشكل كبير، واغنيه ماشيه في حالي. ماشيه في حالي قابلته وقلت انا مالي ومال الحب. لكن المميز بالالبوم ده انها قدمت اغنيه باللغه اليونانيه، واللي كانت اغنيه في الجنه. الجمهور اتفاجئ من اتقانها للغه لدرجه انه افتكرها من اصول يونانيه. وفي سنه 96 رجعت تاني لعالم الدراما بمسلسل رحله السيد ابو العلا البشري سنه 90. حلو. امنا بتتكلم على الاخلاق جديده، لو قلتها لاصحابي هيهلكوا من الضحك. وفي نفس السنه قدمت البومها في حاجه كده، في حاجه كده مش عارفه ايه، واللي تضمن مجموعة أغاني مميزة، وكان من أشهرهم أغنية مش نظرة وابتسامة اللي ارتبط بيها الجمهور ولسه لحد النهاردة بتتسمع. مش نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة. فضلت سيمون في الفترة دي تشارك في أعمال وتحيي حفلات، وكانت وقتها في عز شهرتها. لكن في وسط الزحمة دي كلمها الفنان الكبير محمد صبحي علشان تشارك معاه في مسرحية كارمن سنة 99. في البداية سيمون ما كانتش شايفة نفسها في المسرحيات، وكانت مركزة أكتر على الأعمال الدرامية والأغاني اللي بتقدمها. لكن لما قعدت مع محمد صبحي كلمها عن شخصية كارمن، الموضوع شدها جدا وعجبها الدور، وفعلا وافقت تشارك. الباليه ودخلت الكونسرفاتوار، قعدت فيه 4 سنين وسبته. وسبتي ليه؟ برضه ضربت مخرج. المسرحية دي اتعملت بشكل مميز وكانت من أجمل العروض وقتها، وكمان حققت نجاح كبير جدا. ولأن الكيمياء بينهم كانت قوية، بعدها بسنة قرروا يجربوا تاني واشتغلوا سوا في مسرحية لعبة الست اللي كانت مستوحاة من فيلم قديم. شفايتها الله يخرب بيت، أنا مقفول عليا دلوقتي. وكمان قدموا سكة السلامة سنة 2000 اللي جمعت بين الكوميديا والرسالة الاجتماعية. يا خسارة، ما كانش الاتوبيس اتقلب مرتين 3 4 وموتنا كلنا في مكان شاعري زي ده. وبالتدريج بدأت سيمون تبعد عن الغنى شوية شوية لحد ما وقفت تماما، لكن فضلت موجودة في التمثيل كل فترة. سنة 2002 شاركت في مسلسل فارس بلا جواد مع محمد صبحي، واحد من أقوى المسلسلات اللي بتعرض القضايا السياسية. وبعدها في 2007 ظهرت في مسلسل قيود من نار مع نجوى إبراهيم. اللي قالوا ياسر ملوش الا معنى واحد، ان احنا لازم نبتدي وفورا، واهم حاجه لازم تبتدي بيها انك تجيب لي الداتا دي. وفي 2012 شاركت بمسلسل زي الورد مع يوسف الشريف ودرة. فضلت سيمون بعدها تشارك في اعمال كتير لحد سنه 2014 اتعرضت سيمون لصدمه تانية كبيره بسبب موت والدتها بمرض السرطان، لكن في فتره قصيره قدرت تستجمع نفسها وترجع تشارك في اعمال تاني. وفي 2015 شاركت في مسلسل بين السرايات مع باسم سمرة. احنا اللي بنخرب التعليم برضك، ده التعليم خرب
هربان من تحت يا دكتور، ده نص طلبة الجامعة اللي بيجونا هنا ضعاف في القراية والكتابة واسألنا أنا. واللي عرض حياة الناس البسيطة في الحواري المصرية. وفي سنة 2018 شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي مع أحمد عبد العزيز وسوسن بدر. وفي سنة 2019 شاركت في مسلسل قيد عائلي مع ميرفت أمين. عشان لو ما كنتش عارفة كانش حد فينا هيعرف، وعشان أنا أكتر واحدة اتكويت فلوس. ومن بعد العمل ده سيمون بعدت خالص عن الفن، لا بتقدم اغاني ولا حتى بقت بتشارك في اعمال. ولما اتسالت في لقاء عن سبب ابتعادها عن الاغاني قالت ان السبب الحقيقي في الابتعاد كان علشان اسلوب الانتاج ونوع الفن اتغيروا جدا عن زمان. وقالت انها شايفه ان السوق الحالي ما بقاش زي الاول، وده اللي خلاها تبعد عن الحفلات والالبومات لفتره. لكن في نفس الوقت اكدت انها عمرها ما استغنت عن الغنى، دايما بتغني مع نفسها، ولما بتشارك في اي عمل ساعات كمان بتغني فيه ولو بمقطع صغير. فسيمون من الفنانات اللي دايما بتحب تبقى بعيدة عن الأضواء، وقليلة جدا في ظهورها في الإعلام. لكن في المرات القليلة اللي ظهرت فيها عمرها ما اتكلمت عن حياتها الشخصية، وده مخلي ناس كتير ما يعرفوش إن سيمون متجوزة من الخبير القانوني والسياسي محمد غنيم سنة 2009. لكن الغريب إنها ما أعلنتش الموضوع ده خالص غير سنة 2016. ولما اتسألت عن سبب عدم إعلانها عن جوازها ردت ببساطة وقالت انها ما بتحبش تتكلم عن حياتها الشخصية. ومن اخر الاعمال اللي قدمتها سيمون كانت اغنية الروح الفرفوشة سنة 2020. أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورا في الحال. وفي 2024 شاركت في مسلسل صيد العقارب اللي كان من بطولة غادة عبد الرازق. كنت بنت حلوة ونخشة والعين عليا، بس أهلي كانوا غلابة على قد حالهم. سيمون دلوقتي عندها 59 سنة، ومن خلال الفترة دي قدرت تعمل ثروة تقدر ب 30 مليون جنيه. وفي النهاية نقدر نقول ان سيمون فضلت واحدة من الفنانات المختلفة في جيلها، قدرت تسيب علامة خاصة بطريقتها المبهجة وصوتها المميز اللي جمع بين البساطة والعفوية. ورغم انها ابتعدت عن الغنى لفترة طويلة، إلا ان جمهورها لسه فاكرها ومتمسك بأغانيها لحد النهاردة.